السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبا عائشة. أولا أما ما يتعلق بسؤال الإخوة هؤلاء، السؤال خطأ. السؤال خطأ. لا يقال في أمر الله عز وجل أو في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا كذا لماذا كذا. فهمت؟ كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر أو نهي بذلك ورد الدين وهو دين، فلا يقال فيه لماذا، لأن رب العزة الذي خلقك حتى الذي جعل فيك عقلا تتصور وتتفكر هو الذي أمر بذلك وأراده كذلك. هذا الحديث الذي ذكرته من حديث أبي هريرة هو في الصحيحين، يعني إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران أو أبواب جهنم وصفدت الشياطين. هذه رواية عند مسلم، ورواية البخاري وسلسلة الشياطين. فهمت؟ هذا الحديث حديث صحيح في الصحيحين. فهمت؟ وهذا الحديث على ظاهره وهو حقيقة، وهو حق على حقيقته، والله أعلم بحقيقته. فهمت؟ ولكن يجب على المسلم أن يؤمن به، وأن الأمر كما أخبره رسول الله كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز في هذا أن تقول لماذا ثم تأتي بعقليات تقول مثلا إذا كان الشياطين تسلسل أو تصفد، لماذا لما ندخل الخلاء نقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث؟ لماذا لما نقرأ القرآن في رمضان نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ولماذا في رمضان نرى الناس يصرعون من الجن من الشياطين؟ ولماذا؟ هذا السؤال يعني مشكلة. هذا لا يجوز، لأن الإسلام الأصل في هذا الدين هو الإيمان بالغيب. فهمت؟ ولسنا بمطالبين بأن نشخص كل شيء ونعرف حكمته أبدا. نحن مأمورين بالالتزام والقبول والتسليم. لذلك لو كانت الأمور كلها مكشوفة وواضحة ومبين حكمها، إذن لم تعد هناك كبير فائدة. فهمت؟ لذلك امتدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين لإيمانهم بالغيب. الألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وغالب الأمور الشرع من الغيبيات، فالإيمان به هو الإيمان. لا بد للمسلم أن يؤمن به ويسلم له. لذلك الإيمان بعد المشاهدة هذا لا يعتبر إيمانا. مثلا الذين يؤمنون إذا قامت القيامة أو جاء أشراطها أو يعني، فهؤلاء إيمانهم لا ينفعهم، كما يقول الله عز وجل في سورة الفجر في آخر السورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهبت الآية، يعني تمنوا هؤلاء أن يؤمنوا ولكن إيمانهم لا ينفعهم. لماذا؟ لأنه إيمان بعد المشاهدة، والإيمان بعد المشاهدة هذا لا ينفع. فالذي ينفع هو الإيمان بالغيب، أن يؤمن الإنسان بالغيب. فهمت؟ إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بهذا وهو الحديث صح في ذلك، يجب على المسلم أن يسلم له وأن يؤمن به أنه واقع حقيقة. ولكن كيف؟ هذا مرده إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تأتي بالعقليات لماذا كذا ولماذا كذا. هذا لا يقال. فهمت؟ لذلك الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن ذلك وقيل له النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إذا دخل رمضان تصفد الشياطين أو تسلسل، فلماذا نرى الناس يصرعون في نهار رمضان؟ قال بذلك ورد الحديث ولا نتكلم في ذاك. يعني قال بأن الحديث حق، وهو كذلك تصفد الشياطين، ولكن لا نتدخل في هذا كيف ولماذا هذا ولماذا كذا. إمام أحمد امتنع ورفض. فهمت؟ هذا هو الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، كل ما قاله واقع، سواء استوعبه عقلك القاصر الذي لا يحيط بمصالحك الشخصية الظاهرة، كيف يحيط بأمور غيبية؟ فهو سواء يعني استوعبته أو لم تستوعبه، فإنه حق على حقيقته. فأنت مطالب بالإيمان والتسليم، ولست بمطالب بالتشخيص ومعرفة الحكم هذا شيء آخر. فهمت؟ هناك الحكم فيها ظاهر، وهناك أحكام أخرى الحكم فيها مخفية، وهذه عادة أو غالب أحكام الشريعة. فهمت ولا لا؟ هي الأمور خاصة الأمور الغيبية. فإذا هذا منه.
تصفد الشياطين وهو حق على حقيقته، ولكن كيف يصفدون هذا شيء آخر، ولسنا بمطالبين بمعرفة حقيقته، لأن الله سبحانه وتعالى لم يبين لنا ذلك. فهمت ولا لا؟ والأمر الآخر جاء في رواية عند النسائي تقول تصفد مردة الشياطين، يعني المردة يعني شر الشياطين هؤلاء هم الذين يصفدون. فاعتمادا على هذه الرواية أنه ليس كلهم هم الذين يصفدون يسلسلون، ولكن المرد منهم يعني أشدهم وأخبثهم يعني خطورة هم الذين يصفدون. يعني إذا قلنا بهذه الرواية فإذا لا إشكال، إذا كان بعضهم يصفدون والبعض الآخر لا يصفد فإذا ما فيه أي يعني ما فيه أي داعي لتأتي بمثل هذه الأشياء. لماذا ندخل الحمام نقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث؟ ثم مما يدل على صحة كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم أن في رمضان نرى كيف يقل الشر يقل ويكثر الخير. تجد أهل المعاصي والفساق في رمضان كلهم يلتزمون، المساجد ما تمتلئ في غير رمضان غالب المساجد، ولكن في أثناء رمضان يغلقون البارات والخمارات والأماكن اللعب واللهو كلها تغلق، والمساجد تمتلئ بأناس أنت بالأمس قبل رمضان كنت تراهم في البارات وفي الخمارات وفي الملاعب، ولكن في رمضان كلهم يذهبون إلى المسجد، يملؤون المساجد، وكلهم يلتزمون بآداب الشريعة ويحبون الاستماع إلى القرآن ويبتعدون عن الاستماع إلى موسيقى وغير ذلك. فهذا ظاهر، هذا لا ينكره إلا يعني مكابر، أن رمضان إذا دخل فالشر يقل والخير يكثر، وأهل المعاصي يؤوبون ويرجعون إلى الله سبحانه وتعالى، وكل واحد منهم يحاول يستقيم إلى على دينه، يستقيم على دينه. فهذا يدل على صدق ذلك، لأنهم قبل أن يصفدوا كان الشر منتشرا، المساجد لا تمتلئ، يعني الرغبة إلى الخير قليلة، والرغبة يعني المسارعة إلى الشر كثير منتشر. فهمت ولا؟ ولكن ما أن يدخل رمضان كل شيء يتغير، نظام الناس يتغير، وكل واحد يعني يدخل يغمره سكينة، كل واحد يرجع إلى رشده. وكم من قتيل لإبليس قد أغواه حتى أسكره في غير رمضان، لما يأتي رمضان يرجع إلى رشده ويزول عنه يعني السكر، ويعني يتدارك نفسه ويتوجه إلى عبادة الله وإلى المسجد وإلى الصلاة. فهذا إن دل إنما يدل على أن إغواء الشياطين له قل، الشياطين صفدت ولذلك قل الشر. فهمت ولا لا؟ فإذا هو هذه الأمور مشاهدة، وهذه يعني هذا واقع جدا. فهمت ولا لا؟ وأيضا قال بعض أهل العلم أن الأمور التي تغوي الإنسان ليست محصورة في الشياطين، هناك أمور أخرى كالنفس الأمارة بالسوء وغير ذلك من الأمور. المهم ذكروا في هذا عللا معقولة جدا، وأمور يعني لا ينكرها العقل السوي. وعلى كل، حتى لو لم يذكروا كل هذه الأشياء كل هذه البراهين، فإنه يكفي أنه من الصادق المصدوق النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نطق به، حتى لو لم نستوعبه ولم يعني نراه ولم نفهم الحكمة من ورائه، فإنه يجب علينا أن نؤمن به. الذين يؤمنون بالغيب، هو غيب أخفي عنا. يا أخي أنت تؤمن بوجود الجن، هل رأيت الجن؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيطان يجري بابن آدم مجرى الدم. كيف يعني إذا جرحت هل ترى شيطان يخرج رجله أو يخرج أصبعه؟ لا ترى شيئا. هذه الأمور يعني غيبية، فهي واقعة وهي حق على حقيقته، ولكن نحن لا نعرف كيف يعني الكيفية وكيف يجري، لا نرى ذلك. إذا رأيناه وانكشف أمامنا وصار يعني صرنا نراه، يعني أين الحكمة إذن؟ أين الحكمة منه؟ أين الحكمة؟ يعني الناس يتركوا هذه الأشياء، وهذا كله الذي يسببه هو مشاهدة أو الاستماع، يعني إعارة الأسماع لبعض المضلين والضالين
الذين يشككون في السنة ويشككون في دين الله عز وجل، لما تستمع لهم هذه الشبهات تقع في نفسك، والعياذ بالله قد تؤدي بك إلى المروق من الدين، أو تؤدي بك إلى الزندقة على الأقل، أو إلى الإلحاد والعياذ بالله. فإذا كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح به فيه حديث فإنه حق، استوعبته أو لم تستوعبه، وجل الدين لا تستوعبه. عقلك قاصر، أنت الله المستعان، أنت ما أمرت بهذا، ما أمرت بهذا، أنت أمرت بالإيمان والتسليم. الله عز وجل أمرك إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، استعذ بالله في رمضان وفي غير رمضان. فهمت ولا لا؟ لما تدخل الخلاء تقول يعني أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ورد بذلك النصوص، خلاص نعمله في رمضان وفي غير رمضان. ولكن تأتي الفلسفات، ليش ندخل ونقول هذا ما دام صفدت الشياطين؟ يا أخي أنت في عبادة، أنت في عبادة، أمرت بأن تقوله سواء وجد الشيطان أو لم يوجد شيطان، أنت في عبادة أمرت، التزم. هل يؤذيك، هل يضرك بأن تقول ذلك؟ ما يضرك، ما يؤذيك، ما يؤذيك. أنت لما تقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند التلاوة أنت في عبادة. هذه أنت تقرأ هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يكتب لك ثواب. ليش تتضايق؟ خلاص إذا قلنا بأن الشياطين صفدت خلاص نترك هذه العبادة، هذه الأذكار في محلها نتركها عشان الشياطين صفدت؟ مشكلة هذه. الإنسان يبتعد عن مثل هذه الأشياء، ليس كل شيء تريد أن تعرفه. شوف الملحدون هذا الذي أضلهم، يريدون كل شيء أن يأخذون الشريعة، يحكمون عقولهم القاصرة المريضة، يحكمونها على الشريعة. يعني يجعلون حكومهم يعني عقولهم القاصرة هي الميزان، فما وافقها من الشريعة فهو مقبول، وما خالفها من الشريعة فهو مردود. يعني الحاكم والحكم هو العقل. الشريعة نقبل ما قبله العقل، وما لم يقبله العقل خلاص هذا مردود، هذا غير صحيح. العكس هو الصحيح، الميزان هي الشريعة. فأي عقل وافق الشريعة فهو العقل السليم الذي ينفع صاحبه، وأما العقل الذي يخالف شيء من الشريعة فهذا عقل مريض فاسد لا ينتفع به صاحبه، لا ينتفع به صاحبه. فإذا العقل مهما كان ذكيا، صاحبه مهما كان ذكيا، فإنه دون الشريعة، لا يحيط بها علما، ولا يفهم حكمها. فهمت ولا لا؟ فإذا لا بد أن تقدم الشريعة، فتحاول وتجبر عقلك ليوافق الشريعة. فإذا حصل ثمة اختلاف اتهم عقلك ولا تتهم الشريعة. الشريعة كاملة من لدن حكيم خبير، الذي خلق ذلك العقل هو الذي نزل هذه الشريعة. أيعقل أن ينزل شيئا ويخالف ما خلق ثم يأمر ما خلقه بالتزام ذلك؟ لا يعقل. الذي برمج لك ذلك العقل وخلقه قبل أن يعني من العدم هو الذي نزل هذه الشريعة وأمرك بعقلك أن تلتزمها، أن تتعبده بها. فإذا لا تناقض. إذا حصل ثمة تناقض في الظاهر فاعلم أن الخلل من عقلك، الخلل في عقلك ليس في الشريعة، لأنها كاملة تماما، ولكن لقصور في عقلك، لذلك ظهر لك هذا. نسأل الله السلامة والعافية.